عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، وقف رئيس وزراء جمهورية مصر العربية في تصريحات هامة جدا اتكلم فيها بالأمس. لاحظ انه دي يعني هدفها الرئيسي انه البرلمان يعدي برنامج الحكومة اللي هي نفس الحكومة بنفس رئيس الوزراء بنفس السياسات، ولكن بأوجه مختلفة وناس جديدة. مش جديدة قوي يعني، بس يعني ناس جديدة. آخر مرة وقف فيها رئيس الحكومة قدم نفس البرنامج كان عنده عنوان كلكم فاكرينه بس نسيتوه، رغم انه أثر على حياة كلكم عارفينه بس نسيتوه، رغم انه أثر على حياة كل مواطن مصري في حضراتكم. الإصلاح الاقتصادي الجريء. ده كان عنوان البرنامج السياسي والاقتصادي لحكومة الأستاذ مدبولي سابقا. وطبعا حضراتكم اكتشفتوا، مش انتوا بس، انتوا والمستثمرين في العالم والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والمهتمين بمصر والمهتمين بشمال أفريقيا، كلنا اكتشفنا انه يبدو انه جرعة الجراءة كانت عند الاقتصاد اعلى من قدرة الدولة على تحملها، لدرجة انه الاصلاح الاقتصادي فشل ذريع، كان اجرأ من الحكومة. فتقريبا يعني كده فرتكها. حضراتكن احنا حياتنا انقلبت في اخر 4 سنين الى معاناة كاملة. بتاخد مرتب ما بيزيدش بينما الاسعار بتزيد، بتاخد مرتب والمترو بيزيد، بتاخد مرتب والاكل بيزيد والبنزين بيزيد والاسعار بتزيد والشقق بتزيد والعربيات بتزيد. فالاصلاح الاقتصادي الجريء تجرأ علينا وعلى حياتنا بمساعدة فشل حكومة مدبولي. جت نفس الحكومة أو على الأقل نفس رئيس الوزراء يتحدث إلى البرلمان دون أن يذكر أو يذكره أحد أو يسأله أحد إيه اللي حصل يا معالي رئيس الوزراء لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء. طبعا لو كان الراجل صادق مع نفسه لكان قال لنا جميعا هذا البرنامج ضيعنا، لكن مش هيقدر رئيس الوزراء يقول هذا الكلام ويعترف بهذا الاعتراف، خصوصا وهو بيتمنى ان الحكومة تكمل مسيرتها ويفضل قاعد طول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعد. وانتم عارفين انه الرئيس عبد الفتاح السيسي نيته ورغبته الشخصية هو ان يستمر في الحكم لغاية سنة 2036 إن شاء الله، وربنا يديكوا طولة العمر. ورئيس الوزراء عايز يكمل مع الشغلانة حلوة يعني، ما فيهاش مانع يعني، ما فيهاش مشاكل كتير يعني. على الأقل بالنسبة لك رئيس وزراء راجل بياخد الأوردرات اللي بيطلبها رئيس الجمهورية بيروح ينفذها، تبوظ يرجع يقول له باظت، فيقول له طب نحاول تاني في موضوع تاني عشان نبوظ حاجة تانية في البلد. قصة يعني شديدة البساطة جدا، يعني شغلانة سهلة ولطيفة. هذه الشغلانة السهلة واللطيفة بتأثر على حياة المصريين تأثيرا كبيرا. يوم يعملوا ايه؟ يوم يمشي الحكومة ويجيبوا حكومة تانية. قال يعني لما يغير الوجوه السياسات هتتغير، وقال يعني لما السياسات هتتغير جيبك هيتملي. للأسف الشديد لا جيبك هيتملي ولا نهر النيل هيتملي. في الحقيقة المعلومات اللي رئيس مجلس الوزراء قالها النهاردة، اللي قالها امبارح، في الحقيقة عدد من المعلومات فيها مغلوط. تعالوا نسمع أول تصريح ليه ونرجع لحضراتكم على طول. اولا زي ما قلت لحضرتك احنا تعهدنا ان شاء الله في برنامج الحكومه ان احنا نسرع بخروج قانون المحليات وحسم موضوع كيفيه عمل انتخابات المجالس الشعبيه المحليه، وده هيبقى هنشتغل عليه على مدار الفتره القادمه باذن الله. فده باكد عليه ان احنا هيبقى شغالين على هذا الموضوع ان شاء الله في خلال الفتره القادمه بمجرد اقرار برنامج الحكومه ان شاء الله. بالنسبه لموضوع حوض النيل، ويمكن عايز اصحح لحضرتك الارقام، احنا 55.5 هي اللي هي بيجي لها حصه ثابته بتاعه مياه نهر النيل، ولكن احنا عندنا مياه جوفيه وعندنا عمليه تدوير
لمياه الصرف الزراعي اللي احنا بنعيد استغلالها، وايضا مشروعات التحليه اللي احنا بنتكلم عليها. فده بيخلي الحقيقه مواردنا يعني تتجاوز ال 85 مليار متر مكعب. ولكن زي ما حضرتك وبتفق معاكي، هناك تحدي في ان احتياجاتنا اكبر، وهذه الاحتياجات هتزيد اكتر كل ما هيزيد عدد السكان بصوره كبيره الفتره الجايه. الدكتور مدبولي هيقول لك طبعا فرقت معاك في ال 4 مليار متر مكعب 4 مليار فرقت بصراحه يعني لطشه وحشه منك. لكن المشكله مش كده، المشكله انها مش اللطشه الوحيده في نفس المؤتمر اللي حصل امبارح. يعني انت مثلا قلت لطشه تانية كانت مش حلوه خالص، اللي هي اللطشه المتعلقه بعدد سكان المصريين في اخر يعني انه عدد السكان في اخر 10 سنين زاد 25 مليون بني ادم. في الحقيقه الارقام الرسميه بتقول انه عدد السكان زاد 20 مليون بني ادم. الخمسه اللي انت حطيتها دي اكيد مش عشان الحسد، يعني انا متاكد ان انت حطيتها وانت عقلك على الاقل يملأه فكره واحده اساسيه. ايه هي الفكره الواحده الاساسيه؟ انه فشل سيادتك احنا المسؤولين عنه. ليه؟ عشان احنا كتير. فانت هتبرر ازاي فشل سيادتك بينا؟ طب ما احنا لو احنا في 10 سنين جبنا 25 مليون بني ادم، فانت عقلك الباطن او اللي جاب لك المعلومات وحطها قدام عينيك عشان تقولها للناس، كلاهما لا يرى في المواطن المصري امل ومشروع لإنسان عالمي متقدم، وإنما عبء وإحساس بأنه يعني يا رب خدهم. طبعا ربنا مش هيسمع كلامك، احنا الحمد لله هنقعد وهنستقر وانتوا هتمشوا واحنا مش هنمشي. الشعب المصري استطاع أن يقهر كل أشكال الديكتاتوريين، من أراؤوش لعبد الفتاح السيسي. مهما كان الجنون والقمع، المصريين هم اللي بينتصروا في النهاية، بالصبر أحيانا، بالنكتة أحيانا، بالثورة أحيانا، لكن هم بينتصروا في النهاية. تعالوا نشوف التصريح اللي فيه رئيس الوزراء زود على المصريين 5 مليون كده من عنده. امبارح في المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للسكان، يعني كان بنعرض الإحصائيات الزيادة اللي حصلت في مصر على مدار ال 20 سنة اللي فاتت. يعني احنا جينا في فترة معينة، احنا الحمد لله دلوقتي المعدلات نزلت بطريقة جيدة جدا الحمد لله في زيادة سكانية، ولكن ما زال قدامنا شوط طويل في هذا الأمر. لكن احنا جينا كنا بنزيد 2.5 مليون نسمة في السنة الواحدة. فاحنا في فترة ما في 10 سنين مصر زادت 25 مليون مواطن. 25 مليون مواطن دول محتاجين حضراتكم من ده. شوفوا يا جماعة، هذا النظام منذ أيام مبارك بيتكلم على الاستثمار الأجنبي المباشر، ولو صدقوا لكانت مصر من أغنى بلاد العالم. وكل مستثمر أجنبي بيجي يستثمر أجنبيا مباشرا لازم تحصل له مصيبة في الآخر. في بعضهم بيستمر، خصوصا الشركات المالتي ناشونال اللي هي متعددة الجنسيات اللي معاها رؤوس أموال مليارية دولارية، فتيجي تفتح مشروع في مصر بالنسبة لنا بيبقى خير طبعا وزي الفل، بس بالنسبة لهم يعني ايه؟ يعني حاجة كويسة كده، ونروح مصر برضو يبقى عندنا مكتب في مصر برضو بركة وكده. اما المستثمرين اللي هم بقى من النوع قليلين قوي. مشاكل جمهورية مصر العربية والأحداث اللي بتحصل فيها وطريقة إدارة البلد تؤكد للجميع السامع والراغب حتى في إنه يجي إنه لا، البلد دي يعني ليها مانيوال وطريقة إدارة داخلية كده ضد الاستثمار الأجنبي المباشر. هل تتخيل عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إنه مثلا شركة كبيرة مثلا بتتاجر في المواد الغذائية تيجي تعمل يعني استثمارات مباشرة في المجال المواد الغذائية والأكل، وهي عارفة إنه علشان تبعت تجيب مواد الخام اللي هي أصلا بتجيبها بقى بأسعار مختلفة وليها حسبة بقى،
فيوقفها السيد الاستاذ مراقب في اداره الجمارك اسبوعين 10 ايام عشان يشيلهم ارضيه، وهذه الارضيه تبقى جزاء لهم على العقوبه او عقوبه لهم على خطأهم الكبير في ان هم ما ادوش حاجه تحت الترابيزه. ده استثمار. ده الاستثمار المباشر مش انك تعمل هيئه الاستثمار فاقدر اسس شركه خلال 4 ايام. حلو، مهم، جميل. الاستثمار المباشر هو ان يكون رأس المال حر في حركة استثماره داخل المجتمع فيفيد ويستفيد وفي كل المجالات. لكن رئيس الوزراء واقف يكلمك على الاستثمار المباشر، ده هو نفس رئيس الوزراء اللي كان بيحاول يقنع الناس بان هم يجوا يستثمروا استثمار مباشر في شركة وطنية، اللي في الاخر الناس بتيجي تكشف عليها تكتشف ان ما فيش شركة ولا حاجة، وان رئيس الوزراء شخصيا تقريبا بيبيع لهم الفنكوش.